هاي اخباركم ايه؟ واحده بتقول انا مخطوبه بقالي سنه على اساس ان خطيبي عامل جمعيه وهيجيب الشقه تمليك، وعدت سنه وما جابش حاجه، وهو اصلا ما عندوش حتى خلاط وما عندوش اي حاجه مجهزه. المهم بساله هنعمل ايه في الشقه، قال لي انا خرجت من الجمعيه ما بقتش عارفه اسدها، وعملت واحده تانية هاخدها اخر السنه الجايه، بس مش ضامن اجيب منها تمليك. وهو خيرني يا نجيب ايجار يا اما الخطوبه هتطول ونجيب التمليك، وهو ما قاليش الكلام ده غير لما انا سألته، وده حصل بقاله شهور وانا معرفش، وانا فعلا مخنوقة جدا. وهو اصلا ما بيصرفش في الخطوبة دي خالص، حتى المواسم العادية مش بيجيبها، وحتى ما خرجناش الا انا وهو غير 4 مرات طول الخطوبة. واحنا عندنا في العيلة الخروج ده اساسي، وهو حتى الرصيد مش بيبعتهولي، وانا ما بطلبش منه اي حاجة. وانا مستغربة اللي هو مش عارف يسد الجمعية ازاي. امال لو احنا دخلنا في التقيل هيعمل ايه؟ وانا متضايقة جدا، وهو حنين عليا قوي ومش بيزعلني خالص، بس مش بيعرفني نظام، ولا بياخد كام ولا بيصرف كام، ولا الدنيا ماشية عاملة ازاي معاه، ولا اي حاجة. وانا خايفة اظلم واظلم نفسي في السنين الجاية. بصي يا حبيبتي، هو مش هيعمل حاجة. هو هو اصلا واحد مش قد مسؤولية. مفيش واحد يخش بيت انت ولا معاك شقة ولا معرفهم نظام حياتك ايه ولا اي حاجة. هو هيفضل طول عمره كده، حتى لو اتجوزته هيفضل في ديون ومش عارف يلتزم، وفي الاخر هتعيش شقة ايجار، لان هيقولك الفلوس الجمعية قليلة مش هقدر اعمل بيها حاجة. انا مش هقول ان كل الرجالة ما عندهاش مسؤولية، بس في رجالة مش عاوزة تبهدل بنات الناس معاها. لا، انا مش هخش بيت عشان ابهدل واحدة معايا في ايجار وبهدلها، وحد يخبط عليا ويقول له فين الايجار، غير على الاقل يبقى عندي شقة. احنا هنقول الظروف صعبة وكل حاجة وتمام، بس احنا في زمن بقى صعب. الواحد ما يخشش بيت واحدة علشان يقول لها جمعية. قال لي جمعتين ده، ما انتش الجمعية دي من زمان قبل ما تخش البيت ليه؟ وكنت قبضتها وعلى الاقل جبت شقة، وبعد كده بدأت تجهز فيها في مثلا في السنة او السنتين. بس اللي انت ما تعملش اي حاجة ويعدي سنة وسايب الجمعية اصلا وخرجت منها عشان ما قدرتش تسد ديونك ولا تسدها، لا، ده واحد اللي انت تبعدي عنه احسن، بدل ما عمرك يروح على الفاضي وهتتبهدلي بعيالك بعد كده. سيبيه، حرام تظلمي نفسك وتظلمي العيال اللي هتجيبهم معاكي، لان هو واحد مش قد مسؤولية. الراجل الصح هو اللي بيبقى قد مسؤولية، هو اللي بيسعى، هو اللي بيعمل، هو اللي ممكن يشتغل 24 ساعة علشان اعمل حاجة، علشان بنت الناس اللي هاخدها دي ما تتبهدلش معايا، على الاقل تقعد في مكان مرتاحة فيه حاسة بامان فيه. بس اللي يقعد يقولك انا هعمل وانا هسوي وما بيعملش، ده كلام على الفاضي. لا، ابعد عنه، بدل ما عمرك كله يروح مع واحد هو مش هيعمل حاجة خالص وهيقعدك في الاخر في ايجار. لا، ابعد عنه احسن.